وفي هذه النشرة نواصل الآن متابعة تطورات حادث غرق أطفال بشاطئ غير محروس بواد الشراط. هذا الحادث المأساوي وكذلك حادثة طنطان تدعونا للتساؤل حول إجراءات السلامة لحماية الأطفال أثناء تنظيم رحلات ترفيهية أو استطلاعية أو رياضية. يبقى أهمها إداري يتمثل في ضرورة إشعار الجمعيات المنظمة للسلطات المحلية بأي نشاط مزمعين القيام به والمكان المفترض التوجه إليه، لأن في ذلك حماية وأمان، وإن كان لا رد لقضاء الله وقدره. روبورتاج إبراهيم مطر ومحمد الريشي. فاجعة كبرى، هكذا وصفت ساكنة مدينة بن سليمان حادثة غرق وفقدان مجموعة من أبنائها. فاجعة كبرى للناس ديال اقليم بن سليمان. كنعطيو النصيحة للإخوان باش ياخذوا الحذر في هذا الصيف. حنا مقبلين على فصل الصيف باش ياخذوا لنا الشواطئ اللي غير محمية يجتنبوها وياخذوا الحذر. كنت كنتريني مع الدراري اللي ماتوا، راهم بقاو فيا مزيان، راه الله يرحمهم. شنو كتوصل؟ نقول للناس اللي باقي، الدراري اللي باقيين صغار ما يبقاوش يمشيو للبحر في هذا الوقت. في هذا الوقت يمشيو مع باهم ولا خواتاتهم. فاجعة مؤثرة، وبقاو فينا هاد الوليدات وضاعوا لينا وضاعوا المغرب كامل. الحادث أعاد إلى الواجهة مسألة التأمين عن الرحلات الترفيهية وإخبار السلطات المحلية بوجهتها لتفادي مثل هذه الحوادث وحماية حياة الأطفال من أي خطر. السلطات عاوتاني كيكون عندها المام بالجهه المكان اللي غيكون قاصده الجمعيه، ربما يكون فيه خطر، وهذا كتنبه الجمعيه بان اما تمنعها اما تعطيها الرفض ولا تعطيها لاكسبتاسيون باش تمشي لهذاك المكان. ثاني حاجه، هاد الظاهره راه منتشره بواحد الشكل كبير. راه الجمعيات راه خاصهم يوعوا بهذه الاهميه ديال الاخبار. على الاقل هما كيعرفوا المكان اللي غتكون فيه، كيحاولوا يرشدوك، غير يوريوك ديك المنطقه واش هي ما عندهاش شي مانع انك تكون فيها. وهذاك الاخبار اصلا كنامنوا بها نفوسنا وكنامنوا بها الناس اللي معنا. الرحلات الترفيهية التي يستفيد منها الأطفال سواء كانت داخل الوسط الحضري والقروي تحتاج كذلك إلى عناية فائقة وانتباه من طرف المؤطرين. إذن في تطورات حادث غرق أطفال بشاطئ غير محروس بواد الشراط، فقد عملت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية على تعبئة معدات وتجهيزات إضافية في إطار عمليات البحث المتواصلة عن 5 أطفال يعتبرون حتى الآن في عداد المفقودين إثر حادث الغرق الذي كان قد أسفر عن مصرع 6 أطفال. من مكان البحث نتابع روبورتاج حسن لحمدي ونبيل البردعي. في وقت مبكر من صباح اليوم كل الأنظار موجهة نحو الشاطئ، ما عدا صوت أنين ومحزن قادم من بعيد. إنها أم الضحية فدوى الوردي، جثتها لا زالت عالقة في قعر البحر. مشات لي بنيتي، عز الدنيا عليا، هي اللي أديها. بنتي اللي مشات عليها بنتي. فرق الدرك الملكي والوقاية المدنية تسابق الزمن من أجل انتشال باقي الجثث، لكن حسب حالة الطقس. نحن في طلعة جوية لتفقد موقع الفاجعة، فالمد البحري قد يساعد اليوم على ظهور جثث الضحايا، وهي عملية تنسيقية تتم بين طاقم الطائرة وأفراد الوقاية المدنية. هذه الصور تظهر تدخل الفرقة الجوية التابعة للدرك الملكي، وهي تنتشل إحدى الجثث ظهر يوم الأحد الماضي، حيث تم انتشال 6 جثث. فاجعة هزت منطقة صخيرات والمغرب ككل. هذا الوضع اللي عرفاته الصخيرات وعرفوا واد الشراط في هذه المرة، يقدر أي دول من الدول المتقدمة أنها تعرفه. الدور ديال المجتمع المدني بلا ما نهز الهاتف ديالي ونبدا نصور ونطلع نتصور على أنا الناس، خصني نعاون الضحايا ونشد بيدهم، نشد بيد العائلات ديال الضحايا وما نزيدش نضخم من الموضوع. الدور ديال المجتمع المدني انه يمارس واحد النوع ديال التحسيس للناس والاطفال وكذلك المسؤولين في العمل الجمعوي، انهم قبل ما يخرجوا لواحد الخرجه مثلا غيديروها او لاي نشاط كيف ما بغى يكون واحد النوع ديال التحسيس، واحد النوع ديال الاشعار لذوك الوليدات وننبهوهم للمخاطر وننبهوهم لشحال ما حاجه ممكن توقع. حتى حدود الساعة لا جديد يذكر، حيث لم يعثر بعد على أي جثة رغم مرور 3 أيام على وقوع الفاجعة، الأمر الذي زاد من محنة الأمهات
والأقارب كذلك. كاين والو خويا، كنتسناو ما كاين والو. الله ينصر سيدنا، الله يعاونو، الله يحافظو كما واقف معنا، الله يعمل ربي ينصرو. الامل ديالنا تخرج لنا بنيتي من البحر وتخرج به خير على خير خويا. بغينا يساعدونا ويقلبوا لنا على وليداتنا، رحنا تشوينا. اصلا بنادم كاين اللي ما كيعرفش يعوم كيجي يصيفط ولادو يعوم، وبنادم حاضي وعارف بنادم غادي للبحر، بنادم عارف راسو غادي للبحر وكيصيفط. اش خاصو يدير باش هادشي ما يبقاش يوقع؟ بنادم يحدا ولادو، هادشي اللي كاين. طلعات جوية لتمشيط الشاطئ وتدخلات عبر الزوارق لفك لغز غرق 5 أطفال كانوا يحتفلون بالفوز، إلا أن ذلك الاحتفال تحول إلى فاجعة لم تعرفها منطقة صخيرات من قبل.